إنا لله وإنا إليه راجعون. ده الموت بقى قريب أوي يا جدعان، طول عمره قريب، بس أنت ما كنتش واخد بالك. كتر الشباب اللي بيموت اليومين دول خلاني آخد بالي، بس ما وقفتش ومش هتقف، ماشية ومستمرة. هي إيه؟ الدنيا لما تموت خليك فاكر وعارف ومتأكد مش هتزعل عليك، وإن حركة العالم هتفضل مستمرة، وشغلك هياخده غيرك، وفلوسك وتعبك كلها هتروح للورثة، وانت اللي هتتحاسب عليها. وعشان كده اوعى تغرك فلوسك ولا نسبك او منصبك ولا اولادك، لان الدنيا مفيش اتفه منها، والمهم كله جاي في السكة. فلو انت عايش لحد دلوقتي فاعرف ان الزعل عليك على 3 مراحل. الناس اللي عارفاك من بعيد كده هتقول مسكين الله يرحمه، وصحابك هيزعلوا عليك ساعات او ايام، بتجبرهم معاك صورتين على الفيس وكام دعوة حلوين، وفي الاخر هيخرجوا وهيهزروا وهيرجعوا لحياتهم الطبيعية تاني. الزعل الكبير بقى اللي هيبقى عندك في البيت، اهلك هيزعلوا عليك اسبوع او اسبوعين، شهر او شهرين او حتى سنة، وفي الاخر هتبقى مجرد برواز على الحيطة، وبعدين هتبقى ملف جوه ارشيف الذكريات. هتنتهي قصتك بين الناس، وهتبتدي قصة الحقيقة مع الآخرة. أما بقى بالنسبة لجمالك ومالك وصحتك وولادك ومراتك والأب والأم والصحاب والسهر والهزار والخروجات، كل ده هيختفي، مش هيبقى غير عملك. والسؤال هنا بقى، عملت ايه عشان تكون جاهز لقبرك ولآخرتك من دلوقتي؟ عشان كده لازم نكون جاهزين. الموت قريب قوي، والشاطر اللي ينفد نفسه من اللي جاي.